ازاي تتكلم من غير ما تفكر كتير في 4 خطوات بس. النيتيف بيتكلم من 90 ل 150 كلمه في الدقيقه، وعشان توصل للريتم السريع ده فانت لازم طبعا تقلل التهتهه في الكلام اللي هي وتفضل تفكر كتير وانت بتتكلم. وانس انك حطيت ايدك على المشكله وعالجتها من ال4 جوانب بتوعها، الفلوينسي، برونانسيشن، جرامر، فوكابيلري، فساعتها انت توصل اللي انت عايزه باسهل طريقه. انت بتتكلم بسرعه من غير ما تفكر كتير، والريتم بتاعك بقى مقارب وزي النيتيف. وهسيب لك لينك في الكومنتس تعرف تتشيك منه انت الريتم بتاعك دلوقتي حاليا ايه، وعايزك تشتغل على نفسك شهر او شهرين وتشوف الريتم هيبقى ايه. اول حاجه هتشتغل عليها فيها البرونانسيشن، فلازم طبعا تكون انت سريع في كلامك مش بتقطع الكلام، عشان انت لو قطعت كلامك هتلاقي في الاخر خالص انت بتتكلم 60 كلمه بس في الدقيقه وممكن اقل كمان. بس انت لو بتدمج كلامك في بعضه وبتربطه وواضح، ساعتها تعرف تتكلم كلمات كتيره جدا فوق ال100 كمان في وقت قليل قوي. من الحاجات دي كونكتد سبيتش، يعني الكلام المربوط ببعضه، والموضوع ده ناخده واحده واحده. رقم 1 طبعا اللينكينج، الربط، انك بتربط كلام في بعضه، وده طبعا ليه 4 انواع، وفي نوع كمان خامس لو انت بتتكلم اللهجه البريطانيه. رقم 2 من كونكتد سبيتش اسيميليشن، النقطه دي مهمه جدا، هتتكلم زي ما الشخص النيتيف بيتكلم بالظبط. وعندك حلين، الحل الاول انك تبحث عن انواع الاسيميليشن، وهتلاقي انواع كتيره جدا من ناس بروفيشنال قوي. رقم 2 هتلاقي برضو بنزل لك فيديوهات عن الاسيميليشن. والقائمه برضو تشمل كونسترانت كلاسترز، word stress, sentence stress, allegin, intonation. عايزك تاخد بالك ان الحاجات دي مش مجرد حاجات نظريه تشوفها وهتلاقي نفسك طبقتها على طول في يوم وليله. صدقني الموضوع محتاج وقت شويه، شهرين 3، وفعلا بتطبق الحاجات دي. رقم 2 هو الفلوينسي، ودي مهمتها كبيره جدا في الكلام عموما. مهمتها ان هي فعلا بتهتم بالحته التفكير، انك تثينك ان انجلش صح اصلا عشان تعرف تبروديوس انجليزي اصلا. فلو انت ما عندكش النقطه دي فتمسك انت بتقف، فانت تقف لو انت بتتكلم وتعمل كتير علشان انت ما عندكش افكار او مش عارف توصلهم ازاي. او وانا قلت اقول ايه تاني، الفلوينسي تشمل extend your answers، ازاي تطول الاجابه بتاعتك وتوصلها فعلا صح. تشمل حاجات كتيره زي مثلا given examples, explanation، والقائمه اللي هتظهر لك دلوقتي دي. فكره الفلوينسي انك وانت بتتكلم في موضوع ما تتكلمش عنه دقيقه وخلاص. ومن اشهر الامثله دي لما حد يقول لك introduce yourself، اتكلم عن نفسك، فتقول له انا فلان فلاني شغال في مكان فلاني، اقول لك ايه تاني انا مش عارف. فالفكره انك تعرف توصل افكار كامله وتعرف تناقش المواضيع دي، وبنوصل معاك اكتر واكتر انك تجو ان ديبث، تعمل اكسبلانيشن، تجيب اكزامبلز اند سو اون، بحيث انت تعرف تناقش موضوع بالانجليزي، مش مجرد حاجات سطحيه اللي انا سافرت لباريس وعايز اسافر امريكا المره الجايه. فكره الفلوينسي مهمه جدا وللاسف مفيش حد بياخد باله منها، وبنفضل نلف وندور ايه المشكله وايه اللي ناقصنا في الانجليزي وليه بنقف وبنتهته في الكلام. فبتكون رقم 1 النطق، ورقم 2 الفلوينسي، والاثنين ما يختلفوش عن بعض خالص. هسيب لك في الديسكربشنز لينكس لكامبس للتليجرام عملنا 2 كامبس. الكامب الاولى بتتكلم عن الفلوينسي وبرونانسيشن في 15 يوم، كل داي بنشرح وبنسيب مصادر وتاسك هيفيدوك جدا. والكامب الثانيه بنتكلم فيها عن ال4 جوانب، فلوينسي، برونانسيشن، جرامر، وفوكابيلري. وده وصلنا للخطوه الثالثه، الجرامر. وده يخلينا نرجع لعنوان الفيديو، ايه اللي يخليني او ازاي اتكلم كلمات كتيره واضحه وبتوصل لمضمون كويس جدا بس في وقت اقل. هتكلم فوق ال 120 و150 كلمه في دقيقه واحده. مشكله الجرامر بتنحصر في اكتر من نقطه، واهمهم ان انا اقعد اقول I will go to school ولا I'm going to go to school، انا اقول دي ولا دي. فبتفضل تحصر نفسك وبتخش في صراع داخلي عن الجرامر، وفي الاخر الموضوع مش مستاهل اصلا، وللاسف بيخليك تبطأ في الكلام بتاعك، وبدل ما تقول كلام كتير بتقول كلام قليل في دقيقه واحده. الفكره هنا احنا بنخش في صراع ملوش اي لازمه حرفيا. will we going to استخدم اي حاجه عادي جدا، I'm thinking ولا I think it's fine. في فرق بسيط بس استخدم اي حاجه انت عايزها، المهم توصل مضمون المحتوى ومش هتفرق على الحته الصغيره دي. النقطه الثانيه احنا مش عارفين اصلا تركيبه الجمل، وهنا مش عايزك تخش في تفاصيل ممله. الفكره بس انك تعرف الفعل واسم وصفه وحال بس كده، عشان بتحصل مشاكل. هو ايه I am work، ايه I am work دي غلط. نفس الفكره برضو I am responsibility، ما ينفعش. فالفكره بس انك تعرف وانت بتحفظ الكلمه، وده نخش النقطه الرابعه، اعرف الكلمه دي صفه ولا فعل ولا اسم ولا حال، وتركبها ازاي في الجمله بطريقه بسيطه جدا وسهله. خطوه رقم 4 الكلمات، وباين جدا انا لما بتكلم كلمات قليله في وقت كتير فده معناه ان انا ما عنديش كلمات اسبورت الكلام بتاعي بيها. عشان نحل الموضوع ده لازم نتفادى حاجه مهمه جدا، ما تحفظش اي كلمات وخلاص. تحفظ اي كلمه في اي مكان عشان تعرف الكلمات دي كويسه، تحفظ كلمات عشان الكلمات دي بتاعت سي 1، ما الكلمات دي انت مش هتستخدمها. الفكره انك تمانج الموضوع صح وتحفظ الكلمات اللي انت فعلا محتاجها. ونزلنا فيديو كنا بنتكلم عنه في النقطه دي، عايزك تروح على الفيديو ده هتلاقيني بشرح لك ازاي تحفظ الكلمات، وتحفظ الكلمات اللي تناسبك انت بالظبط وتحفظها وتثبت معاك على طول ان شاء الله. النقطه الثانيه برضو بتحصل في حته الكلمات، انك بتفضل فتره طويله جدا انا عايز افتكر الكلمه. استنى انا الكلمه كانت مش فاكر. الفكره انك بتضيع وقت كتير جدا في لا شيء.
حل بسيط جدا، حاول تجيب معنى الكلمات دي وتشرحها في كلمات تانية ابسط واسهل، بحيث انت تمشي المحادثه، ما تكونش انت موقف المحادثه كلها على كلمه كل شويه تمشي في الموضوع ده، وبعد ما تخلص شوف الكلمه كانت ايه. بس كده الموضوع كان لازم نتكلم فيه، عشان معظمنا بيعاني من مشكله ان احنا بنتكلم بالراحه قوي وكل شويه نتأتأ في الكلام، فهو ده الحل عايزك تبدا فيه من النهارده ان شاء الله. وعشان نراجع تاني، كان في 4 نقط. فلوينسي، بنفكر كتير واحنا بنتكلم ولازم نعرف حته الفلوينسي extending our answers ازاي، giving examples and so on. pronunciation، بنتكلم كلمات مقطعه ما نعرفش connected speech وهنلاقيه على كام تليجرام وهنسيب لكم اللينك بتاعه. رقم 3 الجرامر، ما تقعدش بقى تقول الجرامر ده كان ايه بالظبط، will ولا going to وكل المشاكل بتاعت الجرامر دي وتكوين الجمله. رقم 4 احفظ كلمات، ولو وقفت قدامك كلمه عديها واشرحها بكلمات تانية توصلها بطريقه ابسط. بس كده.